ازيكم انتوا اخواتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده بقى هعمل معاكم الكشري الحلو ده. عشان يطلع شكله حلو كده اوريكم بقى لما اسكندرانيه تعمل لكم كشري مصري هيطلع عامل ازاي. هيطلع تحفه، ريحته جميله واحسن من بتاع المحلات وطعمه رهيب. انا العيله كلها عندي لازم اول ما تيجي عندي لازم تاكل كشري. تمام. هوريكم بقى بنعمل الدقه، وكمان ضفت مكون جديد على الكشري. بنعمله في اسكندريه عندنا بيخليها طعمها حلو جدا. كده انا بحب الكشري اعمله طبقات، ما بحبش الكشري الحله الواحده ده، ما بقتنعش بيه. يعني كل حاجه لوحدها، الرز لوحده، المكرونه لوحدها، كل حاجه لوحدها. بس طبعا هقول لكم بقى التكات الحلوه اللي انا بعملها عشان يطلع بالشكل واللون والريحه دي. اهم حاجه بس اللايك، اللي يقع في ايديها تتكعبل في الفيديو بتاعي ده تعمل لايك وتعمل اشتراك. تمام، يلا بينا بقى نشوف هنعمله ايه. شايفين شكل الدقه؟ هوريكم كمان الدقه اللي بنعملوها الحمراء، والدقه اللي بتتعمل بالخل بتبقى عامله ازاي. انا بحب احضر كل حاجه من الاول. يعني بغسل الرز وبحطه على جنب، وبغسل العدس وبنقعه وبحطه على جنب، وبحضر المكرونه وبفرم البصل وبعمل الصلصه. الطماطم بفرمها زي ما انتوا شايفين كده، محضره كل حاجه. هي المكرونه والعدس غسلاه ونقعاه، وادي الرز نفس النظام. والصلصه محضراها والثوم والبصل، وكمان كان في البهارات بس ما صورتهاش. كل حاجه محضراها عشان ما كعبلش نفسي. تمام، دي كده احسن حاجه، اول خطوه تعمليها عشان تعرفي تعملي الكشري. ما يكملش معاكي حاجه. ده كده زيت اهو على النار، هحط البصل، هحمر البصل. على ما البصل بقى يتحمر هروح اعمل العدس واروح اعمل المكرونه. المكرونه هنغلي ميه اهي، وهحط فيها ملح ملح وزيت. تمام، هسيبها بقى. وادي العدس حطيته في ميه دافيه، ما ينفعش تحطيه في ميه ساقعه على طول على النار. ميه دافيه وتحطي معاه الملح، واحط عليها معلقه ثوم. الثوم مع العدس بيديله طعم حلو جدا. تمام، وهسيبهم بقى يغنوا يردوا مع نفسهم ويستووا مع بعض. كده اهو خلاص. البصل انا بحب احرقه، بحب احمره شويه، لان بيدي طعم حلو جدا في الصلصه، احسن ما تبقى البصلايه فاتحه. تمام، قسمته على اتنين، جزء هيبقى الورد بتاع الكشري وجزء للصلصه. كده اهو قلبتهم مع بعض. لو عايزه تكتري البصل ممكن تكتري. تمام كده، هي المكرونه خلاص بقت زي الفل وبتلمع اهي وجميله. الزيت يخليها تلمع. دي كده بهارات، ملح، فلفل اسمر، شطه، كمون. ما تزوديش عن كده يا ست الكل عشان الكشري طعمه ما يطيرش. تمام، ما نزودش عن كده خالص، هما الاربع حاجات دول بس. بعد بقى ما الصلصه تحس انها بتبقبق كده، هتروحي حاطه معلقه توم. هنحط معلقه توم كده عليها وهنسيبها بقى. كده خلاص اهو الكشري. العدس اهم حاجه اللي انت ما تهروش، تلاقي الحبايه كده بحبتها، ما تهروش. هنعمل تكايه حلوه بقى في الصلصه. ده كده العدس، هناخده 3 معالق كده، نحطهم على الصلصه. من العدس هنحطه على الصلصه 3 معالق، ما تكتريش عن كده. بيفرق طبعا جدا خالص في الصلصه، بيخليها طعمها حلو جدا. التزموا بالتكات دي هتاكلوا احلى كشري. ده كده الرز بقى هعمله، هقول لكم الرز ازاي ما يعجنش منك. ده كده اهو بتعمليه على نار واطيه جدا. انا عاملاه في حله الرز في الكهرباء، بس لو هتعمليه في الحله يعني توطي النار عليه جدا، تخليه لونه وردي. وبعدين تنزلي بالرز عليه وتقلبيه مع الشعريه في الزيت. قبل ما تزودي الميه تغلفي الرز كله بالماده الدهنيه او السمنه اللي انت هتستخدميها يعني. وبعد كده تنزلي بميه دافيه، ما تنزليش بميه ساقعه، هتخلي الرز يعجن. التزمي بالخطوات دي بس، ونسيبه بقى، نحط الملح ونسيبه يغلي ويرد مع بعضه. دي كده الدقه بقى. هعمل دقه فاتحه، دقه بالصلصه ودقه بالخل والثوم. دي كده بهارات، كمون، شطه، ملح، بس كده. هنخلطهم على بعض، هنحط جزء هنا وجزء هنا. وبعدين الثوم ومعاه الفلفل الحامي. وهنا هنحط توم بس عشان تبقى واحدة حامية وواحدة باردة يعني. تمام، هنجيبه بقى الخل. هنحطه هنا خل وهنحط هنا خل، بس هنزوده على التانية اكتر يعني. تمام، وهنحط بقى مية دافية عليها وهنقلبوها. وبس كده. دي كده الدقة اللي بالصلصة والدقة اللي بالخل والثوم والشطة. ممكن تعصري ليمون. انا بعد كده عصرت ليمون بس نسيت يعني اقول لكم اطلعها يعني. بقى تعصري عليها ليمون وهتسيبيها. دي كده اهو شعريه بقى، احطها على جنب عشان تبقى ايه مع الورد بتاع الكشري، اللي هو بتبقى مع البصل فوق الوش كده. تمام، حمرت بتعمليها زي الرز، بتحمريها وتنزلي عليها بميه دافيه وتحطي الملح وبس كده. دي بقى التكيه الحلوه اللي انا بقول لكم عليها. دي بطاطس مبشوره، واحط عليها ملح وفلفل اسمر وكمون. تمام، بقلبهم كده مع بعض. انا مش بغسلها عشان احتفظ بالنشا اللي في البطاطس. تمام كده اهو. الطاسه بتاعت البطاطس اللي بتقلي فيها البطاطس يعني، اهو هتحطي فيها البطاطس المبشوره. تمام، ما تزوديش.
وحاولي انتي تفرقيهم على بعض وتسيبيهم خالص ما تقلبيهاش، هتبقى زي القرص كده وترجعي تقلبي القرص على الناحيه التانية. تمام. وهتلاقيها بقى هوريها لك دلوقتي هتبقى عامله ازاي. ده كده هو الكشري، وده هو البطاطس اللي انا قليتها. دي بديل البصل لو حد معدته بتتعبه من البصل زي عندي كده، فبعمل دي كده جنبها. وادي الدقه اهي، وادي الكشري اهو يا ست الكل. بصي حاجه جميله جدا يعني، كفايه اللي انت عاملاه في البيت وطعم وريحه ونظافه. بس جربوا بقى التكال.